ايه، سيبك بقى من الشاورما الفراخ والشاورما اللحمه وتعالي نعمل الشاورما دي. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جيبي بقى البتنجان تقطعيه كده على ايديكي، وممكن تقطعيه برده صوابع على ايديك، المهم ان هو يبقى كله صوابع كده. حطي معاها بقى فلفل الوان، حابه تحطي بطاطس، حابه تحطي فلفل حار حسب ما تحبي. انا حطيت شويه فلفل الوان وشويه فلفل حار معاها. هتجيبي بقى طاسه على النار او جريلا، هتحطي فيها معلقتين بالظبط من الزيت وتحطي فيها كميه البتنجان كلها. بعد كده توطي النار خالص وتحطي اي غطا لغايه ما البتنجان يدبل معاكي. البتنجان بقى يوصل للمرحله دي تحس ان هو استوى كده، دوقيه هتحس ان هو استوى. تحطي بقى الفلفل في الاخر خالص، احنا مش عايزين الفلفل يكون مهري معانا اكننا بنعمل الشاورما العاديه بتاعتنا. هتبهريهم بقى بشويه ملح وشويه فلفل، وبعد كده هتكوني فرمه فصين من الثوم، هتحطيهم كده في النص وتبداي تحمريهم مع كل الخضار ده. وبعد كده هتكوني عامله شويه طحينه مدوباهم في شويه ميه دافيه وعصره الليمونه في الاخر، ودي اللي هتوديها في حته تانية خالص. بس كده قلبي وهتاكلي احلى سندوتش شاورما. ينفع فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء، حسب ما تحبي وحسب المتوفر عندك. ويا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير في فيديو جاي. سلام عليكم.